اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. النهارده هكلمكم عن الشخصيه المتذمره، فخليكم معنا. اهلا بيكم مره تانية، برحب بكل المشتركين الجدد في القناه. اهلا بيكم معنا. الحقيقه كلنا قابلنا هذه الشخصيه دايما في اشغالنا او في عائلاتنا او في اصحابنا، بنلاقي شخص دايما متذمر. النهارده بتكلم ليه على الشخصيه دي؟ لان في ناس من دول بيجوا امريكا وبيبقى لهم الحقيقه تاثير كده غريب على اللي حواليهم وعلى نفسهم اصلا يعني. فالنهارده نناقش الشخصيه ديت. في ناس بتيجي امريكا تتذمر من اول يوم، بنقول مش مشكله، اول شهر اول سنه اول سنتين، لكن بتفضل متذمره طول حياتها وبتعيش حياه تعيسه جدا، لان هو دايما في مقارنه بين هنا وهناك، وبيقارن بس الحاجات السيئه هنا بالحاجات الكويسه هناك، وده خطأ كبير جدا. ولما بتدور وتدخل في أعماق هذه الشخصية وتتكلم معاه، هتلاقي ناس يقولك ده هو كان كده في مصر. يعني هو كان في مصر متذمر، أو في بلده متذمر جدا، ومش عاجبه لا شوارع ولا بيت ولا مواصلات ولا أكل ولا شرب، والأكل ملوث والدنيا غلا والحياة صعبة، مية ملوثة والأكل ملوث ومسرطن وفي كيماويات، الشوارع زحمة ومفيش احترام ولا في حرية للبني آدم. لا أنا عارف آكل اللي نفسي فيه، ولا أنا عارف أشرب، ولا أنا عارف ألبس اللي نفسي فيه. دائما نقد، ألبس شورت يتريقوا، ألبس بنطلون يتريقوا، لابس بنطلون في الحر. الناس صعبة يعني. ربنا يكرمني وأطلع من البلد دي، حاجة صعبة. وبعدين من وجهة نظره يعني ربنا يكرمه ويجي يسافر أوروبا ويهاجر أو أمريكا. وطبعا الحياة هنا مش سهلة في البداية، وبعد كده مش سهلة برضه، بس بتقل يعني نسبة الصعوبة، بدل ما هي كانت صعبة 100% تبقى صعبة عليك مثلا 50% ولا 40 ولا 30% حسب ظروفك. فيبدأ يتذمر برضه، متذمر من الشغل، ومتذمر من اللغة، مش عارف يتكلم، متذمر من انهم بيتكلموا بسرعة، متذمر مش فاهم حاجة، متذمر ان هو بقى هنا بيشيل كراتين ولا شغال سواق، وهناك كان عايش كويس، شغلانة كويسة، موظف في بنك ولا حاجة، ويجي هنا يتمرمط في الأول ويبدأ يلعن اليوم اللي هو اتولد فيه. يبدأ يتشاكل مع أولاده وزوجته، ويبدأ يتشاكل مع الناس اللي في الشغل، وينتهي بيه الحال إلى فشل ذريع يعني. بس هو مش واخد باله إن هو السبب. المتذمر في بلده هيجي هنا يتذمر بنسبة 1,000,000%. الإنسان لازم يكون واخد باله من حاجات زي كده، لازم يكون واخد باله إن هو يبقى فليكسبل شوية، لأنه من غير ما يبقى فليكسبل في دول المهجر مش هينجح. إزاي يعني أنا أحاول أعدل من الشخصية دي وأخد بالي إن أنا في خطأ، أنا عندي مشكلة؟ إزاي أخد بالي أنا؟ ما هو أكيد أنا طالما مش قادر أتأقلم ومش قادر أتقدم وأعلى ومش قادر أشوف اللي حواليا، يبقى أنا اللي غلطان يعني. أنا أكيد في حاجة غلط عندي. وإذا كنت متذمر في بلدي فكنت متذمر لأمور سلبية كتير، بس أنا مش فاهم إن كل دولة في الدنيا وكل بلد في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب، ليها إيجابيات وليها سلبيات. فأنت لما تيجي هتكون جاي عشان خاطر أهداف معينة، فأنت لما تلاقيها ما تتذمرش من الباقي، لأن الشيلة كده حلو على وحش. زي الشروة بتاعت السمك، الناس اللي عايشة في اسكندرية عارفة، بيروحوا يشتروا كده شروة سمك تطلع مرمار على دنيس على جمبريتين على مش عارف ايه، شروة كده يقول لك بكذا، فهي على بعض على شوية بسريع يعني، هي على بعض فيها. هنا برضو الحياة كده شروة على بعض، كلها على بعض، مفيش حاجة انت هتفصلها على مقاسك انت عشان تمشي معاك انت وتبقى مبسوط 100%. مفيش كده، مفيش حتة في العالم كده، حتى اليابان لما مفيش يعني.
اللي بيقرا وبيشوف هيعرف ان مفيش دولة في العالم كاملة 100%، لكن التذمر مش هيؤدي غير انك تفشل. آه فهو ملكش غير حل واحد بس، ان انت تبص على نص الكوباية المليان بس، سيبك من الفاضي ده خالص. لان في ناس بتركز مع النص الفاضي وتفضل عايشة في النص الفاضي بس، وتضيع حياتها وتضيع الدنيا اللي حواليها وتضيع أسرتها. ويبدأ الإنسان بعد فوات الأوان يندم إن هو ما كانش واخد باله إن عنده نص كوباية مليانة لازم يشرب منها، ويسيب الفاضية دي مش نصيبه يعني، أو يعني هي كده الشروة كلها كده على بعضها. فيعني دعوة إنك تخلي بالك إنك تبص على الإيجابيات بس. السلبيات يعني، أو يعني مجرد انك هتبدأ تتريق عليهم هتخش في النقد، هتخش في انك متذمر يعني، في انك مش راضي عن الحياة هنا او مش راضي عن تصرفاتهم، انت مالكش دعوة بيهم. هتشوف اللي لابس حلق، وهتشوف اللي لابس ملون، ولا هتشوف كتير، هتشوف العجب، مالكش دعوة يعني. هتشوف مطاعم بتقدم طبق قد كده فيه شوية أكل قد كده ب250 و $300، انت مالكش دعوة يعني. تذمر على ايه؟ ما تخشوش. في ناس كتير حواليك وهم يعني الحقيقة يعني عاشوا الحياة ديت وعرفوا وتأقلموا من جيل على جيل انهم ما ينقضوش، ان هو كل واحد حر، تلبس اللي تلبسه وتعمل اللي تعمله وتاكل اللي تاكله، محدش دعوه بيك. فانت لازم تعمل كده انت كمان، مالكش دعوه بكل سلبيات المجتمع، خد الايجابيات، خد الصحيان بدري، خد الجري الصبح، خد الرياضة بجد، مش الرياضة اللي هي شو اوف يعني، التباهي والحاجات مش ظاهرة يعني، ان انت ماشي مع الموجة كده وخلاص. الناس كلها بتروح جيم فانا اروح جيم وبتاع وابدا والبس طريقة، لا لا لا، انت عارف ان الرياضة دي اسلوب حياة عشان صحتك مش عشان شو اوف. وهكذا يعني. الاكل او في طريقة اكل هم بياكلوها معينة، كميات الاكل مختلفة عن اللي احنا بناكلها. النوم بدري، الصحيان بدري، اللبس البسيط، مش لازم يكون الإنسان يعني بيجيب أغلى حاجة في الدنيا ويلبسها. في ناس في الشغل ما بتقلعش التيشيرت، هو رايح الشغل هو التيشيرت ده ما عندوش غير هو ده، ممكن يكون عنده هدوم كتير بس هو ده اللي عايش عليه، هو مبدأه كده. الموضوع مختلف شوية عن طريقة تفكيرنا احنا، ان انا عايز البس براند نيمز، ابقى شو اوف بالبراند نيمز عشان ابين ان انا مميز في المجتمع. هنا مش كده، محدش هيبص لك يعني، سواء لابس حاجة غالية حاجة رخيصة. مش معلش الكاميرا فصلت من شدة الحرارة. يعني خلاصة الكلام أنا عايز أقول إن دايما في مشاكل في كل حتة. بلاش التذمر. يعني ارضى بحالك وارضى بنصيبك، سواء في بلدك أو سواء في بلد المهجر، لأن الرضا هو أول درجات النجاح، لأنك هتبقى راضي على اللي في إيدك وتشكر ربنا على اللي في إيدك، واللي بيشكر دايما ربنا بيزيده وبينجحه وبيفتح له الطريق المسدود. أما الإنسان المتذمر ده ما بيوصلش لأي نتيجة، بيعمل كده هالة من التعاسة حواليه، وعيلته بتتأثر وأصحابه بيتأثروا والناس بتنفر منه وبتبعد عنه، لأن هو ما بيودهمش أي نتيجة يعني، ما بيديلهمش أي أمل في أي حاجة. فالصبر في بداية أول سنتين، وإنك تبقى عارف إن دايما الطريق المظلم آخره نور، دايما مفيش طريق مظلم على طول ولا طريق منير على طول، لازم يبقى فيه عتمة ويطلع بعدها نهار، ويعدوا السنتين سنة ونص حسب كل واحد. بعد كده تلاقي الدنيا يعني بقت أسهل وتأقلمت على الحياة، وتعتبر البلد المهجر دي بلدك، وخلاص فيها عيلتك وفيها أولادك، ويعني خلاص بتعيش بقى، ما بتفكرش في ورا، ما بتفكرش في اللي فات، ما بتفكرش في انت سبت ايه، بتفكر في انت معاك ايه دلوقتي، بتفكر في انك تكافح عشان توصل اللي كنت فيه في بلدك. لان هو ده الطريق الوحيد للنجاح. يعني نصيحة، حاجة لفتت نظري قلت اكلمكم عليها. دي كانت حلقة النهاردة، اشكركم والقاكم الحلقة القادمة ان شاء الله.